الاشتباكات مرة أخرى إلى شارع الطلبية التي كانت الاشتباكات قد بدأت فيه منذ حوالي الساعة الثالثة. وصلت الشرطة في شارع الطلبية إلى نهايته إلى منطقة ترسا أو كوبري ترسا، وقامت بتمشيط المنطقة وقامت بفض التظاهرة تماما. ثم بعد ذلك انسحبت قوات الشرطة وأعادت تمركزها في شارع الهرم. وبعد مرور بعض الوقت ذهبت قوات الشرطة إلى أماكن تمركزها حول منطقة الهرم، ويعني انخفض التواجد الأمني إلى أقل مستوياته. بعد فترة قام بعض أنصار الرئيس المعزول الذين كانوا قد قاموا بتظاهرة صباح اليوم في تجميع أنفسهم مرة أخرى داخل منطقة ترسا، ولبثوا أن عادوا مرة أخرى إلى التقدم إلى شارع الهرم بإلقاء الحجارة والهتافات المناهضة قوات الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية. بعد ذلك حدثت بعض الاشتباكات ما بين أهالي المنطقة الذين كانوا ينادون على قوات الشرطة أو يهتفون باسمهم ويتساءلون عن سر اختفائهم. بعد ذلك وصلت بعض الجنود حاملين بنادق الغاز وقاموا بإطلاق الغاز، وبعد فترة تقارب حوالي 15 دقيقة وصلت حوالي 3 عربات اشتباك و3 عربات ناقلات جند إلى المنطقة، وبدأوا في التعامل مع هذه التظاهرة بإطلاق الغاز، وأيدتهم بعض من أهالي المنطقة بإلقاء الحجارة وتبادل إطلاق الحجارة. كما ذكرت أنت حدثت بعض يعني حالات حرق الكاوتش والأخشاب وإطارات السيارات لتأثير من حدة الغاز. أما طيب عن حصيلة لا كنت أسألك بالفعل يا حسام، يعني حصيلة الإصابات إن كان في إصابات أو حدث اعتقالات ما بين صفوف متظاهري تنظيم الإخوان ولا لا؟ يعني الرقم الرسمي أو الرقم الحقيقي لحصيلة المصابين غير واضح حتى الآن، لكن أغلب الإصابات هي عبارة عن اختناق نتيجة الغاز. لم نرى حمدا لله إصابات شديدة أو دماء في هذه المنطقة منذ صباح اليوم. أما عن حالات القبض فكانت هناك يعني ما يشبه حالة القبض العشوائي على المتظاهرين، وكانت بعض من المواطنين يساعدون قوات الشرطة ويقومون بالإمساك ببعض عناصر الإخوان المسلمين وتسليمهم إلى قوات الشرطة للقبض عليهم، وكانت قوات الشرطة تتعامل معهم إما بإيداعهم داخل العربات أو بإطلاق سراحهم إذا ثبت أنهم من المرة. أيضا هناك يعني مشهد نستطيع أن نصفه